جماعة. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة وصفة سهلة وسريعة جدا، ولكن النتيجة بتاعها جبارة، لازم تجربوها. اول حاجة هنيجي فوق على النار وهننزل ببصلاية كبيرة او اتنين وسط، ونقطعهم صغير ونحمرهم لحد ما يوصلوا للون ده. بعد كده هننزل بالثوم اختياري، هي الوصفة اساسا بدون توم، لكن انتوا لو بتحبوا الثوم عموما مضاد حيوي على فكرة، خصوصا الاطفال، حلو جدا وبيقوي المناعة. لو بتحبوه ضيفوا. انا ضفت معلقة صغيرة هنا زي ما انتوا شايفين. هقلب كويس بقى لحد ما ريحة الثوم تطلع معايا، واول ما ريحة الثوم تطلع معايا هنزل بالكمية الفراخ او اللحمة اللي انا هنزل بيها. هي على فكرة ممكن تتعمل بفراخ وممكن تتعمل بلحمة وبنفس البهارات عادي. تمام، بهاراتها على فكرة لا تذكر، يعني هتشوفوا دلوقتي. بعدين نزلنا باللحمة بتاعنا، يفضل ان هي تكون متقطعة صغير زي ما انتم شايفين كده شوية عشان تستوي معانا بسرعة. وهنحاول ما نقلبهاش على طول اول ما نحطها عشان ما تنزلش ميتها وتنشف معانا. زي ما انتم شايفين كده حاولت احركها خفيف. بعد كده ما حسيت ان هي خدت الصدمة والانسجة بتاعها قفلت، فقمت ايه مقلبها. وبعد كده هبهرها بفلفل اسود، ودي بهارات مشكلة او بهارات سبعة، ومعلقة كبيرة كركم. بس كده هي دي بهاراتنا. انتوا حابين تضيفوا من عندكم مرقة دجاج، بهارات تانية انتوا بتحبوها، مفيش مشكلة. ولكن هي الوصفة دي كده بهاراتها قليلة، تعتمد على الكركم فقط. وبعد كده هنقلب البهارات كويس مع اللحمة والبصل لحد ما ريحة البهارات تطلع كده. بعد كده هننزل بمعلقتين كبار معجون طماطم زي ما انتوا شايفين كده، وهنقلبهم كويس لحد ما يتسبكوا برضو كده مع الخلطة اللي احنا عملناها دي بالشكل ده. وبعد كده هننزل بواحد حبة فلفل اخضر، زي ما انتوا بقى عايزين، عايزينه حار، عايزينه بارد، عايزينه ميكس براحتكم. هو الفلفل بيعلي التست على فكرة، بيدي الاكل كده نكهة جميلة. خلاص قلبناهم مع بعض شوية حلوين كده زي ما انتوا شايفين. هننزل في المرحلة دي بعصير طماطم. عصير الطماطم ده انا نزلت بعصير طماطم 3 حبات كبار، عصير بيور، ما ضفتش عليه اي مية. بس الشوية الاخر اللي انا ضفتهم دول مكان الخلاط مكان فيه شوية كده، فعملتهم كده ونزلتهم. هنقلبهم بقى كويس مع بعض، وبعد كده هنغطي عليهم الطماطم تتسبك واللحمة تستوي، طبعا على نار هادية جدا، لأن كل ما كانت النار هادية اللحمة بتستوي أحسن يعني وبتدوب كده. أنا نزلت هنا برشة سكر لسببين: أول حاجة عشان نكسر الحموضة ونعادل الطعم، وتاني حاجة عشان اللحمة تستوي بسرعة. طبعا لو لاحظتم انا ما نزلتش بملح، الملح ده هنزل بيه اخر حاجة خالص عشان اللحمة تستوي بسرعة. تمام، سبتها كده، سبتها لحد ما انتوا شايفين كده هتتسبك. هغطي عليها بقى واسيبها على نار هادية لحد ما تتسبك خالص. شايفين نعرف منين ان هي اتسبكت؟ هتلاقي الدهون طلعت كده لفوق على الوش زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنزل بالمية السخنة بتاعنا، لازم تكون المية غليانة. انا هنا طبعا نزلت بالملح، خلاص كانت اللحمة استوت كده تلتين سوا، فنزلت بالملح وبعد كده نزلت بالمية. المية قد ايه؟ المية على حسب كمية المكرونة اللي هتنزلوا بيها. يعني الوصفة دي جميلة جدا يا جماعة، لازم تجربوها. طبعا لحد دلوقتي كأننا ما عملناش حاجة، سهلة جدا. الوصفة دي على كل، يعني على حسب كل بلد بتسميها اسم. يعني مثلا في بلد بتسميها مبكبكة، في بلد بتسميها مرحرحة، في بلد بتسميها مكرونة حمرا، مكرونة مسبكة. قولولي انتوا بقى في التعليقات عندكم اسمها ايه. عموما بغض النظر عن اسمائها في البلدان، هي وصفة جميلة جدا جدا جدا، لازم تجربوها. انا نزلت هنا بكيس ونص مكرونة. طبعا الكمية اللي هتنزلوا بيها لازم تكون الصوص او الصلصة دي او المية تكون اعلى من المكرونة بسنت او 2 سنت كده.
عشان لما تيجي وتستوي تلاقي فيها صوص كده غرقانة في الصوص، هي حلاوتها انها تبقى غرقانة في الصوص كده. بعد كده هغطي عليها واسيبها تستوي بقى ايه على نار هادية. هي مش هتاخد وقت ولا حاجة. وما اني كنت مشتهي ان انا اكل اكل سبايسي، فنزلت بفلفل حار كده. طبعا عملت فيه خرمته كده بالسكينة، محبتش اقطعه قوي عشان يعني ايه ميبقاش سبايسي قوي يعني. ونزلت بشوية كزبرة فريش، وظبطت ميتي بحيث ان هي ما تبقاش ناشفة. وهغطي عليها بقى وهسيبها تستوي براحتها. بجد خطيرة جدا وسهلة جدا واي حد يقدر يعملها. شايفين الحلاوة؟ بجد لازم تجربوها يا جماعة، مفيش اسهل ولا اسرع من كده. دي وصفة بقى المستعجلين، لو حد مستعجل او مش عايز يقف في المطبخ كتير يعمل الوصفة دي. وبالعافية عليكم، سلام عليكم.